Fuerzas Armadas y de Orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. وقفنا الحلقة اللي فاتت عند خطاب أوغوستو بينوشيه وزير الدفاع التشيلي سنة 1973 بعد ما لعب الدنيئة مع سلفادور أيندي رئيس تشيلي، اللي كان اختار بينوشيه اللطيف الوديع وزير الدفاع علشان يكون دراعه اليمين في السيطرة على تشيلي. لكن بينوشيه خان العهد والقسم وانقلب على أيندي وقتله أو أجبره على الانتحار. في سبتمبر 1973 تولت زمرة الجيش اللي هي عندنا زي المجلس الأعلى للقوات المسلحة كده إدارة البلاد، والله الموفق والمستعان. في يونيو 74 تولى بينوشيه الحكم، وهدفه المعلن هو الحفاظ على هوية تشيلي من الماركسية المتطرفة ومنع الفوضى اللي كان هيتسبب فيها أيندي. وعلى طول في أول 6 شهور حل البرلمان وعطل الدستور وعين وزارة كلها متعلمة في أمريكا في جامعة شيكاغو، وطبعا رجع المحكمة الدستورية اللي كان حلها أيندي وعمل مذبحة للقضاة المعارضين للانقلاب. نزق بسرعة هنا لقدام شوية. في ظرف 3 سنين بس أباد المعارضة تماما، 45,000 معتقل و3000 قتيل. بس الظريف في بينوشيه أو بينوكيو زي ما كانوا بيحبوا يسموه إنه كان برنس ومش بيكرر نفسه، يعني مش طول الوقت أكشن وزير الداخلية ومدرعات وقنابل وغاز ورصاص خارق حرق وتفويض والفيلم الهابط ده. ال3000 اللي قتلهم كان فيهم فن في القتل وتنويع في الأداء، وما حرمش حد من حاجة، كان بيقتل اللي ضده وكان بيقتل اللي معاه. مثلا خد مني دي، بعد الانقلاب على طول بدأت اتحادات العمال اللي كانت مؤيدة لأيندي تنزل الشارع تتظاهر، فراح بينوشيه لمله كام ألف منهم وعباهم في استاد سانتياغو وفتح عليهم النار، ومات منهم كتير جدا ساعتها ولم يحصر العدد لحد دلوقتي بالظبط. عندك كمان في 2008 اعترف مدير مركز صحي انه طور غاز سام لا يترك اثر استخدمه النجم بتاعنا في انه يقتل حبيبه وزميله في الانقلاب ادواردو فيري، اخر رئيس تشيلي قبل ايندي. لو تفتكروا من الحلقة اللي فاتت، هو ده اللي كان الجيش زوروا الانتخابات قبل كده، ده اللي كانوا سارقين قاتلين مزورين مع بعض قتلوا. مش بس كده، ده كمان كان بيقتل في شعبه نيابة عن امريكا. من سنة 74 إلى سنة 76 شارك في العملية كوندور اللي كان بينسق فيها مع المخابرات الأمريكية لقتل المعارضين من شعبه. هتفتكر انت طبعا مثلا ان الشامخ بتاع تشيلي كان بيتهاون مع قيادات الجيش والشرطة اللي كانوا بينفذوا الجرائم دي. يا اخي حرام عليك، انت فاكرهم ايه؟ خارجين حقوق القاهرة؟ قضاء التشيلي حاكم 700 قيادة أمنية وعسكرية، أدان منهم أدان 70 من 700 لا وسجن منهم 60 بس. لا وسجنهم فين؟ في ده. طب بص، ما بيفكركش اللي يقعد ده بمزرعة ترى؟ ها؟ والتشطيب العقرب شديد الحراسة بالظبط. ها افتكر. يهمنا هنا قوي اننا نوضح حاجة خطيرة جدا جدا جدا. اليساريين اللي في تشيلي كانوا فريقين، فريق عايز يتاوي المعارضين كلهم ويخلص عليهم، وفريق تاني اللي كان بينتمي ليه أيندي شايف ان الديمقراطية هي الحل، لدرجة ان روسيا كانت بتعيب على أيندي انه لا مؤاخذة طري، وعلشان كده ما ساعدهوش لانه كان ضد العنف. The Russians, already spending a fortune to support Cuba, were unimpressed. Мы не можем не прийти к выводу. We had come to a conclusion. This regime would soon be toppled. Потому что оно пытается демократическими средствами. Because they were trying through very democratic means. Без применения силы и насилия. Without the use of arms. Пытается to break the resistance of stronger opposition forces. других более мощных сил. طول فترة حكم أيندي كان مسيطر على اليساريين كلهم، لأن الوضع العام بيقول إن الديمقراطية حلوة مفيش كلام. بعد الانقلاب ولما الدنيا سدت في وشهم ولقيوا إن الموضوع عافية ودراع، بدأت مجموعات العنف تشتغل، وهكذا يصنع الإرهاب. التقارير بتقول إن ضحايا العنف السياسي من الشرطة في حدود 150 قتيل ومفقود. في 60 داهية، دول شوية ضباط يا عم ولا يسوى عند بينوشيه حاجة، وفي منهم كتير. المهم إن البلد دلوقتي بقى زمامها في إيد بينوشيه. عشان يبدأ دلوقتي يحن بقى على الشعب التشيلي الجعان اللي محتاج حد يحن عليه. اللي احنا شايفينه ده مقارنة سريعة ما بين الناتج القومي بتاع تشيلي في مقابل باقي دول أمريكا اللاتينية. في الأول ماشيين زي ما احنا شايفين فلة مع بعض والأشياء معدن،
لحد سنة 73 سنة الانقلاب هوب اوف يا جدع البلد ضربت بالانس. بالرغم من حنفية الفلوس اللي اتفتحت على راس بينوشيه من أمريكا، إلا أن يبدو أن جيب بينوشيه كان مخروم، وفاتورة الناس اللي ساعدوه في الانقلاب كانت كبيرة، ولازم يحلي بق ده ويحلي بق ده. البلد أخذت الهقة واتزحلقت. ضيف على كده ان الوزارة المتعلمة تعليم امريكاني اللي عينها بينوشيه اول حاجة عملتها رجعت الشركات اللي كان ايندي اممها تاني لامريكا، ولغت الدعم، وبقت الدولة بتقول للمواطن مش هتدفع هوريك اللي ما شفتوش مادام هتدفع، انما ببلاش ده انا ما اعرفش حاجة اسمها ببلاش. واشتغلت بنظرية الصدمة الاقتصادية، وانطلقت في خصخصة الدولة وبيع البلد. وفي سنة واحدة بسبب الشغل المفتخر ده التضخم وصل في تشيلي ل 370%. وفي سنة 1981 تشيلي أفلست تماما. نيجي بقى لسنة 1982 بينوشيه رفض الحكومة ورجع أمم الشركات الأمريكاني ورجع سياسات أيندي الاقتصادية. حكم بينوكيو 17 سنة من 73 ل 90، وكان أيف لنفسه مادة كده ألوظ على مقاسه باسمه في تعديل دستوري سنة 1980 إنه لو خسر في الرئاسة يرجع وزير دفاع تاني، وكان بيقول لهم إن تتحط فقرة في الدستور تحسن الفريق السيسي في منصبه كوزير الدفاع. وراح هابق مادة تانية إنه لما يسيب وزارة الدفاع يبقى عضو برلماني محصن مدى الحياة. في 98 ساب وزارة الدفاع وراح عضو البرلمان العجوز لإنجلترا علشان يتعالج، لكن الإنجليز عكشوه وسجنوه 2 سنين واترحل لتشيلي سنة 2000. جه الجيش التشيلي العظيم استقبله في المطار استقبال الفاتحين، لكن الحكومة المدنية المنتخبة المحترمة قفشت على السجين المرحل بينوشيه وغيرت له الدستور وضحكوا عليه وجوزوه هنومة وبدأت الملاحقات القضائية. مات بينوشيه في 3 ديسمبر 2006 قبل ما يتحكم عليه في 300 تهمة، من غسيل أموال لتعذيب لقتل جماعي. عايز تعرف إيه اللي خلى بينوكيو يحكم الفترة دي كلها؟ ده مقولة عبقرية: يا داخل مصر منك ألوف. أول حاجة تخطر على بالك وانت بتحاول تفهم الجملة دي إن مصر فيها ناس كتيرة قوي، فاللي داخل مصر فيه جوه ألوف. والحاجة التانية إن يمكن يكون المقصود إن شعب مصر ده شعب عنده قدرة فظيعة على التلون، فزي ما هتكون هتلاقي الناس بتعاملك، فلو انت محترم هتلاقي الألوف من الشعب ده اتلونت وبقت محترمين زيك، ولو انت بتاع لوع هتلاقي الشعب ده كله بيشتغلك ويزاولك. وبرضه يكون الاحتمال المقصود إن يا داخل مصر دخل قبلك ألوف، فما تفتكرش نفسك عجبة أو إن الناس دي ما عداش عليها زيك قبل كده. طبعا الكلام ده كان زمان أيام ما كان مصر بيدخلها ناس ويجيها تجار ويجيها سواح، لكن دلوقتي أظن المقولة دي تبقى أوقع شوية على اللي بيحكم مصر. يلا عايز تحكم مصر منك ألوف. وراجعهم من أول اللي ممدد في المتحف فرجة لخلق الله، واللي اتضربت بالأباقيب، واللي اتطرد، واللي اتسم، واللي اتخرم، واللي اتخلع، واللي اتخطف. يلا عايز تحكم مصر عافية منك ألوف. الانقلاب هو بس مصر مش شيلي. لو عايز تتفرج على باقي الفيديوهات اضغط هنا، ولو كنت بتتفرج من تليفون فهتلاقي نفس اللينك ده موجود تحت الفيديو، اضغط عليه هتظهر لك الصورة دي، دوس سبسكرايب، بعدها هتلاقي نفسك هنا وهتلاقي كل الفيديوهات. بالنسبة لصفحة الفيسبوك فهتلاقيها موجودة هنا، اضغط عليها هتلاقيها فتحت على الصفحة على طول، واللي برضو بيستخدم التليفون هتلاقي اللينك تحت الفيديو. وخدوا بالكم لأن في صفحات تانية بدأت تظهر بنفس الاسم. سلام.